كان يا مكان كان في زمان كلب بيشتغل في المزرعة، بيساعد الفلاح، بيحرس الغنم، بيقعد مع العيلة. كلب كانوا بيسيبوه جنب الأطفال، لدرجة إن بعض الناس في أمريكا زمان سموه بناني دوج. تخيل إن الكلب ده هو البيتبول. البيتبول جه نتيجة لتهجين البولدوج القديم مع الترير، والهدف كان كلب عضلي سريع قوي. بس للأسف الكلب اللي اتربى علشان يكون كلب مزرعة وكلب للأسرة، لما الناس لقوه بالقوة دي استخدموه بدل البولدوج في رياضة البول بيتنج، تصرف همجي معتاد من البشر بأن هم يربطوا الطور ويخلوا الكلاب تهجم عليه. لما المهزلة دي اتمنعت بدأوا يستخدموه في مصارعة الكلاب. في الثقافة الشعبية البيتبول بيطلق على 4 أنواع من الكلاب، واللي بيتقال عليها البيتبول تايب دوجز: الأمريكان بيتبول تيرير، الامريكان بولي، الامريكان ستافوردشاير تيرير، والستافوردشاير بول تيرير. وبرغم كل صفات الحمايه والحنيه اللي كانت موجوده فيه وما زالت لحد دلوقتي في اماكن كتير واسر كتير جدا، ليه التاريخ الكويس ده كله اتمسح وبقت سمعته بالشكل ده؟ وده اللي هنحكيه في الجزء الثاني.